عليه بعض المدارات كلها ويقدموا أنه لا جديد في الموضوع، بمعنى الشرط النهارده وعمل وقفات تاني بالوقت وعمل وقفات وعملات الدخل زي وقت الولاد ده بقى جماعة لما السلام عليكم شرط إلى المحصول محمد الله رحمه الله عليه لما كان يقرأ بالقوة ويقول له رسول الإسلام من آية الانتقام بقي أو على وجدان الأخيرين فكان الرجل رجلا قويا قال أنا محمد الوردي الشعراني الوردي اسم الوردي ابن القرية الوردية ولا المصر الوردي المحصول الذي بعد ذلك مع سيد المولد عندما يقول الإنسان هو كبيرة فيها أن الأمر 4 ديانات اليهودية والمسيحية والإسلام والوجه وأظن أنها أكثر الشرع وأسرع الناس هذا هو أساس الوجه وهكذا تعلمنا مرة فينا ليس كل الوقت فقط ولكن الخش ونجد الوقت وكل من ينتمي إلى الوقت لابد أن يكون عطاء وليس باحثا عن مصلحة الخلق. احنا عددنا ولا أمثلة كتير شرعنا من الشباب عرفنا شكرا للنقص مع التشويق لكن عاوز أقول إن من كان يعتمد بعيد من الأحزاب الأخرى بدأ ينضم إلى أجل الوقت وهو طرف النوم وهو إلى أجل الوقت فالوقت بعيد سلم الناس وقال فلان وفلان ينظر الوقت بين الألف وطن وقال إيه من تعميد الوليس على الكلام مختلف مع جماعة وفيهم زي بعض ومثلا بيقول الكلام ده كلنا كمصريين كلنا تحت عباية الوقت المحبة رحمة الله عليه الوقت كل الأحداث السياسية مصممة الحكم عشان كده هقول لكم هنا على اللغة لأن عارف الوقت يجي عشان وجعلات الفيديو هو اللي خلى المصريين كانوا على قلب رجل واحد راجل صالح تقعد الطريق هذا صعب ولا في مصر رحمه الله عليه جمع المسلمين جميعا في اعداد الوقت ومصر المسلمين كان لما يغلق مجمع الصحابه مش المسلمين او الاخوان المسلمين او المساعد الاسلام ورئيس شعب الاسلام السياسيه كان يجب ان يلغوه بالروح يلغوه مره في الوقت انا عاوز حد في عهد الوقت او في فتره الوقت اللي موجود فيها في الحكم يعتقد كلهم أبناء القرون والمسلمين والحكومة والعقارة أشياء كثيرة عظيمة في نفس الوقت وأشياء كثيرة مفيدة في نفس الوقت وأنا شخصيا بقول أنه شرف الاجتماع في نفس الوقت مكسب كبير لأي شخص يحتاج من الوقت النظام وعقيدة في نفس الوقت. الوقت التاريخ، الوقت المبارك، الوقت الجسم، الوقت التفاوض، الوقت أشياء كثيرة عظيمة كما يقول حضراتكم الأحوال إلى أولاد أنا متفقر بدون عمل عليه أول ما شافوني من الإسلام موقع ذلك الوقت وأنا من المسلمين ممكن أنا مطلع عشان أتكلم في الوقت ولكن يقولوا يتكلمون المعظمين والموقع أنا رأينا الحمد لله الحياة وشديدة إلى مسألة الشرعية نفع النور نفس محتاجة ما تعرف وتفكر وتوعى ايه هو الوقت وليس ليه الوقت وان الوقت يبقى يجب الناس المرحله القادمه الوقت لا يشيء الناس اللي خايفه على الوقت يعطينا مهم هذه المباريات وهذه المؤتمرات وهذه المقابلات وهذه المناقشات دي امكانكم توصيل اليها وتضيف اليها عايزين لما حد منا يبقى زي ما الافضل مرة فرح عايزه وهذه الفرص لا يكون طبعا فرق اول لما يقعد يبقى هو لازم الجلسه اللي هو قاعد فيه الوقت ده مش متحدث
وده شخص له احترام وله تقدير والوجه قيمه، هو شخص عادي ابدا. لا نقبل ان واحد وسطنا وراجل سماعه او راجل مغني. احنا اي فرد ينضم الى الوجه اما الصوره ولا الوجه فهو قيمه كبيره جدا ويجب الحرص عليه ويجب تدعيمها. وده نور الشهاده المفروض نور الشهاده الايوبيه بعد التشكيل ده العام ان شاء الله. لان لابد ان هننزل الصوره ونبطل بقى رساله الولد اللي بتكتب فيها اسماء الرجال والكلام ده ويبقى كل واحد نايم في رجله. اي حد مننا مسؤول مسؤوليه كامله عن دعم حزبه اللي هو حزب الوجه، واي حد مننا مسؤول انه يوقع الناس على الناس العاديين على الوجه، يعني هو محصور بالتوعيه على الموجودين فقط. ولذلك كان في حاجه وغزاله مستمره لحد النهارده في وقت لمده 10 سنوات وعلى المعهد السياسي لحزب الوجه اللي انشاه فؤاد باشا اللي تبناه الدكتور رئيس الصوره الله علينا. هذا المعهد مهمته التوعيه وليس في التوعيه للوطنيين فقط. يعني عاوز اقول لكم النهارده 30% من الشرور يبقوا جايين من اسباب اخرى وجايين من اماكن لا علاقه لها بالعمل السياسي ولا بالسياسه. السلطان لانهم بيجوا عشان يستفيدوا وعشان يجيبوا مصروف. انا طبعا ما حبيتش في البلاد ولا انا بوقع مش كده من زاويته واحنا هنا بناخد الشغل على الوقت وهو الحمد لله بقى الشغل دلوقتي وانا مش عاوز فيه عشان برضه ما اخسروش وقت كبير ولو اكثر وقت معكم ويقدر الله لكم. لا الرحيم جميعا رحمه ورسول العزيز الخضراوي في السير عن حزب الوجه. ثلاثة شهور لم يكن الوجه رجال في مدينة ومركز التخرج. في خلال 3 شهور بالتحديد أصبح للوجه في مدينة ومركز وقرى التخرج رجال ورجال. الآن أصبح للوجه رجال ورجال. معنا اليوم مجموعة الفقار من البلدان المحلية والقرى جميع قرى مركز التخرج والسلم إما في رئيس الحزب أو رئيس اللجنة أو السكرتير العام أو الأمين المساعد أو مجموعة من الأعضاء. الجميع كان منتظر من ساعة وساعة يعني نصف الجمع يعتبر ويعني طبعا التقسيمة المفروض يشير الناس لكن احنا بنحب نقول ثلاث خلاصات ان المركز ومدينة التخرج من المراكز السياسية التي يشتغل الصغير والكبير بالعمل السياسي. هكذا معروف مركز التخرج يعني يشتغل الصغير والكبير بالعمل السياسي يتكلم بالعمل السياسي. فحزب الوجه عندما أصبح له لجان في كل قرية ولجان في كل وحدة محلية ولجان في المركز هي لجان حقيقية تمثلت جميع السيادات وجميعهم في مناصب الدولة مناصب في دولة وخصوصا الأعضاء. وطبعا من قاعدين كل لجنة هتقول يا طريقها أو ازاي بتاعها لجنة لجنة مظبوطة ويعرف نفسه ويمثل الأحكام الحقيقية. احنا النهارده بنجيب الكلمة أنا لا جاي أتكلم ولا بس احنا النهارده جايين أنا أعرف قائدين من 20 سنة و 20 سنة. فاحنا النهارده الناس بتاعك بنشوفوا منه احنا هنقول شغالين تعرفوا نفسكم في الكوره بتاعتكم كل واحد هيكون مصطلحاته كل واحد يعرف يحمل عليه كذا كذا اللي فيه ان نطلع في النهايه عندنا رؤيه عامه. يبقى مبالغه كده كلنا فطبعا احنا بعد الصحيح الاستاذ محمد عراقي ممثل عن مدينه التخرج رئيس لجنة حزب المدينة ومعنا مجموعة من الأعضاء هيتكلم برضه باسم المدينة وكل عضو وقت موجودين اللجنة هيعرف نفسه يقول كلمتين كل مطاف الوقت يعني يعرف انتوا عاوزين ايه دي احنا جايين وقت عشان كده. طبعا دي بقى هيبقى هنا لقاءات كتيرة مع مؤتمرات موسعة بقى جماهيرية وهنروح الحزب هنروح مقر الحزب نروح الحزب في القاهرة وتشاركوا في الفعاليات ونتيجة مع الوقت في مدينة أصبح 350 عضو حقيقيين انضموا للحزب وما حصلش وأصبح الوقت أكثر من الحرية والعدالة وأكثر من حزب التنظر للمدينة وأكثر من حزب دستور حزب
فيه 3 خطوة مقارنة ضخم جدا ب 2000 جنيه تسمى في الطريق العمومي. احداها وراثيه لكن بتعمل حاجات تستمر المجتمع اللي فيه دي. احنا 550 ما شاء الله ان شاء الله خلال 3 شهور العدد هيتضاعف. ولسه الاستاذ خالد جاي مع ابو جاي حوالي 50 صوره من بلد وهو جاي وكل وثائق قصه وصيدليه والتاشير وفصل الولد والشغل مفيش مفصل عدد قليل ومفصل عالي واكيد كل البلاد مستنيه. فانا حضرتك كنت عامله ازاي تعرف على الكلام ده فقلنا لجنه مدينه لا اولا احنا بنرحب بالنيابه عن اهالي والمجتمع عن ذلك. وانا بختصر الكلام وهنبدا بالعرض طبعا نبدا في كده مع بعض بديهي. الله يعرف محمد احمد محمد مصطفى الشيخ ورد
يجمع الشعب المصري من كل الفئات والطبقات من المحافظات. الصورة اللي هي في صورة الحزب المثالي، وشوف الصورة دي اللي هي بتشكل الوطن المصري شايف فيها الفلاح والباشا والعربي والبلوي والقبطي والمصري، كل فئات الشعب موجودة في هذه الصورة. من الطبيعي أن يكون سنة الوقت كما كان بإذن الله هو الشعب نفسه، الشعب مثل عريضة، الشعب اللي بيجمع فئاته وطبقاته، ووزع الجماعات سنة 78 الحياة السياسية، عاد بعد أيام طويلة على الساحة، وكان يعني القاهرة كانت محل يعني راب لجميع هذا الحزب الانتخاب طوال هذه السنوات الطويلة. هذا الحزب الذي تعرض لسهام الفرش وفساد الشغل وحملة إعلامية مضادة استطاع أن يعود 78 بقوة شهد لها فرصة. إذا وجود هذا الحزب موجودة في الشعب المصري، لذلك جئنا جميعا حضارة وقيادات رفضت ضمن الظروف الحالية. هذه الظروف تحملنا مسؤولية تجاه مصر وتجاه شعب مصر. قبل 25 يناير كنا نقدر الظروف، وكنا نقدر مدى الضغوط الموجودة على الناس، لكن الآن ضمن الحرية وضمن الديمقراطية لم يكن استمتاع لنا حجة منا جميعا، لأننا نمارس العمل السياسي بحرية ونتواصل مع المواطن ونستحق مشاكل المواطنين، خاصة وإن القيادة لها دور وحضراتكم لكم دور في التواصل المباشر اليومي مع المواطن. واللي بيفرقنا ايه عن حزب الحرية والعدالة؟ ان تلاقيهم كله مناسبة، تلاقيهم في اي مشكلة موجودين. المواطن بيشعر بهنا ان هم قريبين له، طب احنا ما احناش اقل منهم ولا هم اكثر كفاءة مننا. وبعدين من خلال يعني استماع لحضراتكم الكل ذات حيثية وذات قدرة وذات وضع وقيمة، وبالتالي وجبنا ان احنا في المرحلة دي ان احنا نتواصل بشكل جدي مع المواطن. وزي ما بقول في الماضي كانت تشملها القيمة مش دايرة أساسية. فبدأت في القرى، فنزلت قرية من القرى، الناس قالولي فين الوقت؟ انتوا فين بتوع الوقت؟ انتوا مش موجودين، احنا عاوزين ننضم للأرض مش لاقيين حد. فأنا قعدت كده بهدوء رحت معاك حق تماما، بس على السلام لو كنت لسه قبل 25 يوم معايا دفاتر عضوية قلت لك تعالى اعمل استمارات، لو كنت دخلت من الشارع ده وتحسبت من الشارع الثاني يقول لي يا عم احنا مالنا خلينا جنب الحيطة، يا عم امن الدولة، يا عم الحج هو اللي راكب، يا عم اي بس انت محقق اللي انت بتقوله بس عشان ايه؟ لكن الان عدت عندك حج ربك مع الحر، انت عاوز تضمن الوقت، عاوز تجي تضمن الوقت قبل ان هذه الفتره عمليه. اذا بقى العوائق اللي كانوا بيدعوه معنا السياسي عملنا مشكله كبيره جدا. انا حطيت اعضاء بقى دلوقتي
يطلب المسؤول العام او الامين المساعد. احنا اختلفنا على كده البلد احنا نستخدم ضغط رئيس لجنه المدير عن لجنه وهكذا. الضغط الامين العام موجود في الهيكل التنظيمي. فاذا وجدنا دلوقتي اعتبرنا الزواج الترتيب المسؤوليه بالضبط. انتوا عليكم واجبات نحن علينا واجبات. في الاخر هذه الواجبات المفروض تسلم ثم أمامنا معارض يعني أن الشعب اعتبرها الانتخابات المجالس المحلية، وبالتالي شرطهم الأساسي عند لما يكون الوقت انتخابات المجالس المحلية هياخدها منين؟ عندنا في القاهرة هترشح على مستوى قرية كل الانتخابات ما ينفعش. لازم حضراتكم أبناء القرية هم والعناصر القادة بتاعت الحزب على مستوى القرية هم بيقودوا الانتخابات. ما اقدرش اخدها على مستوى المحافظة واسيب القرية واسيب المركز، ما ينفعش. إذا مهمتنا وجدنا علينا مسؤولية كبيرة جدا. طبعا قاعدة هي أساس. ثم أيضا لازم ندفع في الانتخابات القادمة في المحليات على وجه التحديد بعناصر شابة. عناصر شابة ندفعها للترشيح علشان تكتسب الخبرة استمرت على العملية الانتخابية بصرف النظر عن النتيجة والاستمرارية. وبمناسبة الشباب أنا لسه كنت جاي من المنظورة دلوقتي في اتفاق مع الشباب، لأن عنصر الشباب في الوقت عنصر خطير، واهتمام الوقت بالشباب اهتمام أساسي، لأن سر تواصل الوقت من 1918 حتى الآن هم الشباب على مدار تاريخ الوقت. من عام الوقت سنة 78 هم شباب الوقت قبل سنة. لذلك تعالوا الشباب داخل الحزب أصل أساسي ومضاد. هاجي أتكلم عن ليه الأخرى أخذنا أشار فيها ليس في الوقت هو وقتي أو في الصوت. طالما العبد كذا مرة عقلية يحمل تنجيه الأرض وله نفس الرجلات لله في وقت حديث وقت جديد لا كلام معصوم تماما له الحلم وكان برضه ليس الجديد برضه في السنة 1918 رب الشركة في عناصر جديدة كما يقول راح بعض انهم يوم هو الوقت يوم القيامة جديد، لأن كل مسلم مدرك في هذا اليوم. والعبرة يدخل الوقت بعد دخوله الوقت، والممارسة هي اللي حصلت ركن المتابعين والاجتهاديين ولا يبقى الا المناظرون. لكن الرجل بعد ذلك بعض الشباب الوقت أمر المقعد سنة 78 كان قانون الأحزاب يشترط بأن أي حزب أن يكون له 20 نائب داخل المجلس. ضمن عدد من الأعضاء الكاملة بعضهم نقصي في البداية زي سبع السلامة والرحمن والكرم الله وحتى حدا من وزير وقت التشريع والتشريع نائب
الاختيار مع ذلك هنا عند الاختيار أنا الذي تولى رئيس الهيئة الوطنية والطبيعي وتحت الحسن أرض رئيسين أعلم عن الحسن كان اختيار رئيس الهيئة الوطنية قال أرض رئيسين أنها تحت الحسن طبعا حكم الأهلية وحكم يعني لو كنت كان رئيسا للهيئة الوطنية الموت هو محمد حي مراد رغم من حكم العشرينات يكون ورديا بالعكس محكوم على هذا العمل فبالتالي لكن حمدان ماذا تعرف عن مرضى مش عارفين انت عليك لا وجيب له عايز الاسلام زي ثبت افكار من ذاك المرض يؤكد ان العلم لا توقف عجيب لان جماعه المحاضرات وده يمكن يعني ايه نوع من الحساسيه للبعض يقول لك هذا ليس هذا الرد الناجح زي ما انت احنا ما بنتكلمش عن الاسلام انا حكيت لها اكد عليها برضه المطلوب استغلال هذه المرحله انه بجانب المنشط كنا نتواصل مع الموظفين بجانب نبقى حريص على الوقوف على المشاكل الموظفين وكان التواصل المواطن يشعر ان الوقت موجود جانب المواطن مش عمليه تطلع على حل هذا الوقت الكامل يعني حلهم مثلا الوقت هي قريه في هو اساسا يعني قريه ثاني معروف فبيقول لي واحد عليها العداله راحوا رئيس القريه وخدوا منه 10 مليونات لجنة الوقت في القرية دي واحد قابل رئيس القرية لو مقتنع عن ديك خاصة ممثلة المجلس عشان أنا اللي هجيبك أنت حد سياسي وأنا حد سياسي ليس هناك فرق إذا كان هم في الحكومة يروح يموت يكتب يحصل كده من الآخر الثاني لازم أحمل أقول إن هذه الجهة عشان على بينة والمواطن ما يشعرش بالوقت وقوادم الوقت ولجان الوقت بعيد عنه لا أنا معاك أهو عشان نجيب نتكلم عن كده نقول الحريه والعداله في العماره حط السلفيه في كل الحدود حط مش عارف ايه في كل مكان ما ينفعش تمام ولذلك التنظيم مطلوب التواصل مطلوب الحركه مطلوب التواصل بين وبينكم مطلوب رجال لا الرجل عالي اعلى لا انا شخصيا كثير عام بحب العمل الميداني ولكن لما بلغوني ان انت انا لما اقول لما ضغط اجي ذلك رجال الخطوط العامه وحتى لما حضراتكم في خلال الحوار والنقاش وطبعا هي مش شغاله حاجه مش شغاله لدينا هي مجرد بس حاجه تتواصل مع
اصلا احنا بنقول كده بنفسنا عباره عن الناس كده ده مثلا عندنا عربيه واحنا اصلا ما نعرفش بعضنا يعني في ناس الموجودين دلوقتي ما كانوش اول مره يتكلموا مش بعض لان ما تشتغلش اولا طبعا تحقيق الاستاذ كخط عزيز وزير في الخصوص والاستاذ مرضوية غني عن التعريف ولكن انا هختلف في نقطتين ثلاثه رقم فقط في موضوع المقر وموضوع المقر فعلا لازم الموضوع يتحل بسرعه ولازم يفضل من انتفاق الشغل يعني انا ناس انتفاق الشغل لم يكن لها فيها تنفيذ يحتاج بالوقت من يوم ما رجع 78 بصيغه فيها انا كان مكون ولكن انا بتكلم عن تنفيذ وسط الناس في حاجه فانا اتمنى موضوع المقر لو حدث صار فرصه كان في مقر فعلا زي ما يقال صار هو فين مفيش اعتقد ان الجماعه الموصلين او المستقبلين توفير مقر والاساسي كتير. ثاني حاجه يعني اللي هي انا طبعا دي اللي كانت شكلت او اتعملت واعتقد بنتمنى سرعه اتخاذ القرار في تشكيلها على اساس يشتغلوا لان مهما كان الولايات النهارده كل اللي كانت مشكلها لسه ما وصلتش او ما خدتش القيمه الامانه العامه او من اللجنه العامه الهيئه العليا او السكرتير العام او حسب التشكيل بتاع الوقت على اساس تبدا اللي جاي تشتغل في القرار تبدا لان دي ناس اصلا منظمه. طب انا هضم كده كل يوم يجيب البروفيسور ولسه عمل صراحه الراجل لو كان طلب منه ثلاثه واحنا المحافظين يبقى لازم كل لجنه تبدا تتحمل مسؤوليتها على اساس تبدا ان حضرتك عارف الوقت قصير يعني مش حتى البرنامج اللي ماشي في التسلسل شعب هيبقى في اثنين ولا في واحد ولا مختلط في الاول وبعد كده حالات بعدها شهرين ثلاثه يبقى احنا لازم من دلوقتي نبدا على اساس لان هو اللي مش دلوقتي هو اللي جاي وضع حس الوقت الجديد هو ده حس الوقت فنتمنى على اساس حتى اللجان النوعيه دي تتكلم انا اعتقد ان اللجان مش هي اولويات وكلام يعني عاوزين نرجع نشوف لجان نوعيه بقى نشوف لجان التصريف لجان عمليه زي ما تشكيل او الهيئه اللي موجوده عندكم ولكن لازم اللجان الاساسيه تبدا تقنن عشان نبدا حتى نعرف او الحزب يعرف مين هيشتغل مثلا بالنسبه معاه ومين اللي داخل الانسان وانا اعتقد ان المجموعه يعني الحمد لله المجموعه موجوده كلها لان الناس اعرف منهم كتير له خبرات سابقه وشغالين في العمل العام سنوات ويمكن كلام حضرتك بخصوص الاغنيه اللي ماشيه بتاعت نوازي وده مستوى الموجود هو والكلام ده اللي كان هيعمل ناس كتير. انا بتكلم يمكن معلش الموضوع لكن هيعمل ناس كتير في الشغل وزي ما حضرتك شفت في كان رئيس مجلس محلي وقت الاوقات كنا عرفنا رئيس محليه كنا عرفنا لجان والكلام ده كله موجود. فنتمنى بس المقر لان شيء اساسي في جنب الشغل. ثاني حاجه اللجان في اقرب وقت حضرتك تشوفوها محكمه اللجنه العليا تشوفها في السكرتير العام والمسؤولين يشوفوها بس يتم ده طلب عمليه. وشكرا عشان بالنسبه لنا احنا محصول الانتاج العالي عرفنا وربنا من الدكتور مصطفى حبيب ده فقط مبدئيا هنقول يعني كل الاحداث ما عدا الواقع الفتره اللي فاتت جدا وما كانش لهم اي دور هنقول على الساعه النهارده احنا عندنا مشاكل اول مره اعمل بالعمل انا مدير مكتب الدكتور ابراهيم تبع الثقافه من اول مره اول مره اشتغل بالعمل ان شاء الله نعم كلنا المفروض ندعو الناس علشان استمارة او حاجه كان كل شيء ده يعمل لنا فمبدئيا عايزين نعرف المكاتب
الحاجة الثانية إن تفكيرا للأستاذ المستشار محمد وإن احنا نرفض فكرة التأمين. حزب الوطن بيعبر عن نسبة 60%، لأن احنا عندنا شباب واعي وشباب متفاهم بس عايز يجمعهم. الأحوال الثانية في ناس كانوا بيكونوا موجودين، الأفراح موجودين أو النواب موجودين. بالنسبة للملوك الغاز لم يوضح اسم العدالة ولا هي العدالة ولا حاجة والعدالة فاحنا عايزين نغير ضربة. أنا مش طالبين حاجات شخصية، احنا جايين كمبلغين لتوعية الناس. يعني النهارده أكيد دي موجودين ممكن بعد 10 15 30 40 100 واحد حضرتك موجودين، بس هم عايزين يحطوهم على اول سنه. ممكن الناس يعني بوصل مصيبه مفيش مقرر خالص، فقال فيه مفيش مقرر خالص. ده هو اللي عامل مقرر بالنسبه انا عالم عندي في الشيء ده كده معايا يعني معايا، وعندي اولاد روح دراسه الصبح طبعا اللي بعد كده الساعه 12 الساعه 1 طبعا يعني والله انا جيت واحد زين عندك كده الموضوع اللي انا جيت واحد زين عندك طريقة فيها لما نسمعها يبقى حتى ممكن نعمل فيها مقر يسمع طبعا خطة ومولانية الصليب قطع الثاني وأرجو أن هذا كله يتسيب الله إلى الرئيس الذي يشوف أن عظم هو الذي فيه تعيد لما لم يجي يقعد معايا بس تشتغل معك وتتكلم عليه وعلى وأنا قد أمشي الشارع ماشي على الطريق إن شاء الله أنا عملت كوباية شاي طبعا مش بقول لها بتكلم على أيام لو مفيش كان كوباية شاي لنفسه كل لما يكون فينا مقر هيقوم يشرب ما يعمل شاي لنفسه هتبقى عملية سهلة فأنا برضه مش شايف كده ده يعني من آخر واحد 12 سنة قبل كده كنت برضه مع العلم مع العلم بس ما كانش فيه يعني كده كده الكلام أول حاجة نزل عليك الصبح ولا واحد مش مقابل اي حاجه مش بقول مقابل حاجه لا حبا في الوقت حبا بتاع التغيير وقضايا التغيير طبعا دول اول ناس حب الوقت طبعا الناس الوزن بتاع المقام بتاع الوقت هو كده كنت شرفت العلم وبالتالي الله طبعا يريد عن كل ابن الابناء يرجي ان انت علم المسؤوليه. اول حاجه المقرر بتاع المسؤوليه والمقرر بتاع التعليم. شكرا. حاجه لا المعاش. ولا شيء والمقابل لو كنت عند مكتبه الصوت لو كنا حاجه لا ارجع لك اعرف ان في الوقت اتفقد منه مش عارف اقول لك ايه طالما انت مش عارف تجيب حضرتك او تجيب لازم التوقيت او اعلام فيه لان انا حضرتك من وحيد او بلغ من الدور او حاجه لا كويس او في مكتبه اعرف واحد في الوقت اللي لازم يكون فيه عايز انا اعمل لكم مكتبه احكمكم فيها بثلاثه سنين كتاب كده بقى احنا نروح النهارده اقول لك حاجه دي هي اول واحده طيب اقول لك حاجه عشان ايه اقول لك حاجه عشان خلاص الناس كلها يا ريت دي كلها راي وانا رقم يا جماعه كل يوم الاول كله هيكون في ايه بس
الوقت ان الدكتور اللي ماشي في السياسه بتاع 25 عين كان من المسؤوليه الوقت هو الذي يصدر المجلس السياسي بتاع 25 عين برضه في العين او في الشعب او في اي حاجه ثانيه انا اعرف كويس جدا ان الدكتور الشامل في بيت اول جديده بعدها لا ايه اول جديد مش مخصوص لنعم الله واعتقد الشركه اللي في كل واحد يوصل نبيت على الشغل اللي هو لما بعد كده العلوم ده ان شاء الله يكون افضل ان شاء الله ده كويس يعني ده الوقت هنا نقدر نمشي الثالث عشان الحقيقه الاستاذ الثاني عمل قيمه عظيمه هي الشبكه الاقتصاديه في المحافظه الشماليه. انا كنت النهارده في موضوع عن كم شهر حقيقي بالنقص كان في لكن كل المحامين بيخلصوا مجموعه طلبات للمواطنين اللي هم تابعين لحزب الوطن والتأكد المحكمة من نص شهر كان في لكن المحامين في المحكمة أكثر من 50 محامي عاملين تجمع في المحكمة عشان بيحلوا مشكلة المواطنين اللي بتاع شروط الواو ولا الأسف والتلوث فيه ده على سبيل المثال الخاص. أكبر كلام الخاصة المخصصة يكون في تربية مخصصة هي الشبكة التنظيمية كل المقارنة التنظيمية وبتحل مشاكل المواطنين عن طريق هذه الشبكة بطريقة ديمقراطية وطريقة فنية عظيمة. بس زي ما قال الإخوة الزملاء الأفاضل هو المقر الجاي لمجلس الوقت على أساس فيه هو كان التخطيط السياسي. التخطيط السياسي هنعمل دورة تدريبية لإعداد الجوازم السياسية على الأقل كل شهر مرة دورة لمدة 3 أيام وهنسميها بالعمل التطوعي بدون أي مقابل ولا بدون أي تكلفة مالية ولا بدون أي تحويل لأي مؤسسة أعتقد ليه. هنعمل من تخطيط سياسي لدى الشباب الكريم اللي هينضم لحزب الوقت وينضم على رؤى جديدة وعلى روح جديدة. ولما يبقى ليها مقر هي ايه؟ بكتشف فيه هعمل الدورة التنمية واستعين بالخبراء المتخصصين عن طريق عندك وعن طريق مثال ثاني بحيث ان احنا نعمل تغذية للشباب وتوعية فكرية وتثقيفية. لما نيجي نشوف اي مرحلة قادمة يبقى بنشتغل من خلال رجل واحد. فرحين جديد. شكرا. الجروبات والصفحات الخاصة بالحزب كلها انا نفسي على حسابكم ايام مدرج الشهر اللي فات كان كل المرشحين لهم صفحات لهم جروبات في دعم كبير بالنسبه للعالم. العالم كل مرشح كان بيقولها ولازم في الوقت اكيد في الخاصه الالكترونيه عشان كل المواقع الخاصه بالشبكه الالكترونيه. محمد نعيد حكم دولي ثاني. وطبعا كل المسلمين طبعا حزب الوقت كواجهه للحق شوف بين بسم الله ممكن كده كل الأخوة اتكلموا عنها. طبعا الحاجة الأساسية أو البنية الأساسية الكبرى. طبعا حزب اليوم العدالة فرض نفسه على الساحة لأن ما لقاش حد يقف يقول إحنا حزب كده. فالنهارده لما نعمل الجواز في كل قرية على مركز خط شغل المجموعة بتاعتها القرية دي يقول لك أنا بتاع الوقت وكان عمر ويتدخل في كل حاجة تحس القضاء والعدالة يخش في القضاء. يبقى كده في الخطوة الجاية كل المواطنين عارفين ان اللي يحس وله مكانته وله وضعه يبقى يرجع له هيرجع لانه مش نفسه اللي شايف ايه؟ شايف ما فيش حد بيتحرك في الحس القضاء والعدالة. فهو مش لاقي حد غيره يدور. معلش انا بتكلم لان انا راجل سياسي عدى 15 سنة في المجالس المحلية فانا عارف الوضع كيف ازاي. لو انا لاقي حزب ورحت على بتاع التنمية قلت له هي حزب بتاع القضاء والعدالة مش هينفع. لا مفيش مناش مش هجع بواحد اجيب الاعضاء بتوعي واحنا كلنا معانا كذا الحمد لله حزب الوقت وكلنا اعضاء جداد مش جداد حزب الوقت اعضاء جداد فانا عاوز كل تحت الكاسه ديت وكلنا الحمد لله اتفقنا طلع لهم مكان. فمن النهارده من الساعه دي اي حاجه لحزب الحريه والعداله اللي فرض نفسه مره واحده على الدايره كلها بالكلام والهزار والبتاع دي لا يصب
واحنا بنبقى نقف عشان احنا اللي هنقدر الناس وخلاص الاحزاب كلها اللي حوالينا شبه المعاملات ما بقاش حاجه كده. حزب الوقت حزب قديم كله مكانته مجرد ما بنطلع كميه انا حزب الوقت كله لا مش هتكلم، لكن الاحزاب الثانيه ما كانتش معايا الحمد لله كلام وخلاص. لكن ما فيش حزب الوقت طلعنا كمان لنا اعضاء فيه يبقى لها عشان نبين نفسنا قدام الناس ان احنا لنا مكان وكده هنكسر الضغط بتاعتنا. وباذن الله بعد ما نسيب كل العمل بتاعنا ده هتلاقي كل واحد في الدايره بتاعته بلده له مكانته وله وضعه وكلنا هنبقى يد واحده زي ما الشوكه كلهم قالوا. المقر ده لو اتعمل انا متاكد ان كلنا هنبقى اسره واحده. المركز كلنا اسره كده كلنا هنعرف بعض. كده تعرفنا ولا عرفنا كلنا بنعرف كلنا. الحمد لله يمكن ثلاث ارباع عن الله الارض لسه جايبنا من المجالس من هنا بس الناس قرب لبعض اكثر تحت ونقعد كل جلسه نقعد شهر الصفار يقعد معانا والناس يقعد معانا عبد الباشا يقعد معانا احنا كده مفيد ونبعد لما جينا في رمضان وغير رمضان بنبعد نسدد دول ونعمل مؤتمر كبير في الشغل عشان نعمل مصير في الشغل. اولا بنحيي الانسان والنقطه المهمه في كفر الظهر انها نقطه سياسات كفر الظهر والعالم كله يوصل بمدينه كفر الظهر انها بلد الاحرار وطلعت الرجال فرصه الاستاذ خالد المشركين وسيادتك مناظر الحكومه الوفديه يحدد على سيادتك وجود مقر في مدينه كفر الظهر لتفاعل المشاكل الموجوده والزبائن الموجوده. والحمد لله ان اتولد حزب الوفد على ان الاستاذ الامام الاستاذ محمد الدكتور طارق وكنا بنقعد الساعه 1 ونص في البيت وجمعنا في بيت محمد الساعه 1 والساعه 12 بالليل ان احنا نجمع الناس في بيت الاستاذ محمد جبل ونجيب الاستمارات. في سؤال وجود المقر في مدينه كفر الظهر نقطه هامه جدا لتجمع الوفديين في مدينه كفر الظهر. الشغل دليل العبدالله بالشغل أن حزب الوفد يحق لأصل حقوق الجماهير ويرفض لها المصالح السيئة مش قادرة توصل لها. رغيف العيش أصل حقوق المواطن، ممكن ما يشربوا أصل حقوق المواطن. كما قال دولة الظلم ساعة ودولة الحق في الأيام الساعة وهذا ما يكون به الفرد لما تكون به الجماعة. إن اليد الوحيدة لا تخسر. ويقول الله سبحانه وتعالى في السبيل العزيز واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لازم نعتصم كلنا بحبل الله ونبقى كلنا قوة. وهناك احزاب كثيرة واحزاب تريد تأسسها. ما هي الخدمات التي تقدمها الدولة لتأسيس حزب الوفد الجديد؟ سؤال الاستاذ فؤاد برضه. وانا تقلبت كثيرا في الاحزاب من حزب التجمع وحزب الوطني وحزب مش عارف ايه، يعني احزاب كثيره وانا كنت يعني خلاص فضل ان الاحزاب كلها وارجع الفضل للاستاذ سامي سرحان والاستاذ محمد جلالي والدكتور كل في رمضان ضروري في رمضان اقول لا ما تعتذرش السياسه لازم تخش معانا لانك انت يعني هتعمل لنا كتير. وانا هنا في حزب الوفد لان بحب حزب الوفد وعايز انزل.
وشكرا. محمد عبد القادر رئيس مجلس الوقت الوالد. طبعا اولا الوقت لازم يكون صدق المواجب بين الناس ويحسسهم ويقدم لهم الخدمات. ايه هي الخدمات اللي بيقدمها؟ لازم حد الحريه والعداله واضحه. لازم يكون المواجب لازم يكون موجود في الوحدات المحليه في مساعده المواطن على حل المشاكل. هو ده دور حزب الوطن عشان يبقى موجود في الساحه، عشان الناس تلف حوالينا. زي ما بيتكلموا دلوقتي على حزب القضيه والعداله انهم بيعملوا بيسووا ليه؟ لانه مش لاقيين حزب ياخد تمويله. فعشان الحزب الوطني يكون موجود لازم يخش في المجالات. طبعا يخش في المجالات بتاعت السياسه والمسؤولين فوق. يعني لو احنا رحنا مثلا الجماعه المحليه وجبنا طلب عشان نحط الجنيه عشان نوزعها على الناس الغلابه، ان هم دلوقتي عاملين ايه؟ حزب الحريه والعداله عامل كاسه يوزعها بالمكان ومصر 5 جنيه. كاسه دي يصرف عليها مو واحده في الشهر. فين هي الخدمات دي بقى؟ بياخدها حساب مين والله اعلم بيوزعها ايه. كده الخدمات كتير بس الناس بتسكت ليه؟ ده مش لاقيه حل يساعدها تاني. بس هو ده طلعت عبد مدينه الصبح. وبحب اسال سؤال واحد، هل حزب الوطن في نيه او في يعني تواجد نيه في تحالفات الاحزاب القادمه وانتخابات مجلس الشعب القادم؟ وشكرا. ولا كل واحد يعني في الوقت الزمان ولا هيتعرف كده بتاعهم البلد الوقت طبعا يعني الحريه والعداله عاوزين طبعا ان شاء الله يرسم على الحريه والعداله ودايما المسارات هم يعتبروا الطريق. حزب طبعا لازم يكون في تحسين جايه طبعا بعض الوقت فالحزب الوقت بتاعنا ما يكونش زي ما الله يعني خدمات المواطنين يعني قولنا على يعني حاجه طبعا بس اللي هم الحزب الحريه والعداله فلو كنا في حزب الوقت طبعا نظر في مدارك يقول في واحد لو فعلها بقى قررت عايزين نعرف الاجراءات اللي هتتم عند تقديم شكوى او مشكله من شكوى. هل هي هتتم بطريقه ديمقراطيه يعني من انا ارجع عند العالمين والعالمين يرجع للعالمين مش كده ولا لا؟ لو خاصه ولا اي مؤشر عام خاصه حد او الموظفين مش عامل خاصه حد عامل اننا مش هنقدم شكوى اقدمها للعالمين والعالمين يمشي بطريقه الدين ولا انا مثلا لو قلت اتكلم على طول مع طلع الملف وقال بص في مقر اسم حزب الوفد اذكر عند واحد اسمه محمد ثاني يا جماعه كله ولا يا جماعه محمد ثاني عبد الناس. طبعا الشارع ده راجل منه طبعا ما احناش عارفين خالص ان في مقر موجود. وعمل ايه؟ رحنا ايه تعسسنا كالعسل دخلنا الشارع بالليل الساعه 1 بالليل وندور على هذا البيت انا لو لقينا البيت بس لقينا طبعا ايه عماره 15 دور كلها صواريخ ووجهه ومستقامه ما عرفناش حد اللي هو ما كانش موجود. هنا الصبح تتعاطف لو كنت فلاحه قال لي بقى تيجي تشوف المخابرات بتاعها نزل فعلا وراح وفعلا اكتشف ان في حزب الوفد مؤثر وقرر في عمارة محمد ثاني عبد الهادي من يوم عمل العدد والجواب قال له مسؤولة بالضبطة والمفتاح وما فيهاش كرسي وانا اللي عندها ناس بتاخد ولا بتشوف حد يجي بالقرآن بس ولا نعرف لو الكلام ده قال العمارة ايه؟ والله ده قال هم هم اخروا قالوا بالمفتاح وهم شوف ما هم شيء ثاني الكلام اللي عدى عليه وطردوه وطلعوا العمارة مخرج. في القاهرة
فسألنا الأخ عبد الرازق قال إحنا مأجرين يا جماعة استنوا الصوت يا جماعة قال إحنا مأجرين مقر في بيت متهالك في شارع 23 يورو والدور الرابع وهنسيبه عشان حتى أنت مش هتقدر تطلع بالعصاية فنقوم على الرأس فقال له قول لي فين المقر ده سمح معه أنت بيت وهنسيبه السلم بتاعه بايظ ومتهالك رحنا لنا إحنا مأجرين عمارة 15 دور سيراميك وأسانسيرات طلع ولسه جاب فتح والبواب قال للساعة عملوا المقر وهم دفعوا وقفلوا البوابة وما شفناهم في مقر قال ولا فيها الشلبي هو وعاطف يأكد ومحمد بيأكد فحضرتك بقى مقر موجود مقر محمد ثاني عبد الله كان في المنطقة قلت لك والعمارة واحنا رايحين أنورها ربنا على ما سرعه أي مركز أمر حيوي وضروب وتبين أن هناك مقر وهناك مقر في الواقع هو مقر في الحياة إننا عندنا عقد إيجار في هذا المكان بعد أجازة العيد إن شاء الله أنا بنفسي حاجة هذا المقر طبعا تجي دوت له يعني مش هخش في تفاصيل ماشي هقول انا جاي مقر كفر شغل الساعه كذا وكذا عشان نشوف وضع انا الشخصي على الطبيعه واحسن هذا الموضوع تماما نفس الاسباب بالنسبه للموضوع اعتماد اللجان هيتم اعتمادها فورا بعد اجازه العيد لان اللجان جات لنا وتراجع الان من حيث العضويه من حيث مفقده التشكيل والتنظيم داخل اللائحه كل دوت وبعد اجازه العيد اللجان مقدمه مباشره بحيث تبداوا دور اعتمادها تحركوا بالبناء بشكل رسمي وتنظيمي ده بالنسبه للجان. الخدمات امر من الاثنين اما حجم السلطه مسؤول وبيقدم الخدمات في خلال الحكومه بتاعته هذا عمل الدوله وهذا عمل الدوله ده جانب من الخدمات الوقت يجب حجم السلطه هناك خدمات يعني بشكل آخر هو من كلام كمان زي ما احنا احنا قلنا على ذكر المجال تعيش عايز تسجل الوقت المقارن ده بتتنفذ وتسجل الجواز رسمي لرئيس القرية لو امتنع او اعترض تبلغني وجبت انتم بقى ناس مسؤولة عن مستوى القرية انك انت المواطن بالنسبة للرجال بالنسبة للعيش جماعة من الخدمات حط في المواطن مش كده يروح يقابل المحافظة والله في مشاكل عامة ممكن خلال التنفس الإعلامي اللي هو جديد الوقت تعمل تحالف صحة فيه كان هناك مشكلة مية مشكلة غاز مشكلة نهارة تعمل تحالف صحة فيه الموضوع تاني أنا بتكلم على الجانب الحسي تمام بحيث صار هذه المشكلة على المصحف جديد الوقت ورئيس لجنة الوقت يقابل المحافظ مش عنها تمام ايضا في خدمات تحتمل الحلم وهو التنظيم لما التنظيم وقرار التنظيم في الدول الوقت يتأكد الخدمات العلاجية من المرضى وأمثلة ازاي الخدمات اللي هي فيها تحتمل الحلم خارج الشرطة خدمة كل الحكومة أجل الحاكم هو مسؤول عنها أنا مش وزير صحة أنا وزير كهرباء فإزاي أو حتى في حد من الحزب مشارك
حقوق لكن دي مسؤوليه حاجه عنها دي في تاريخ الوقت كيف تاريخ الوقت وندوات ومسؤوليه عن تاريخ الوقت ده امر مطلوب ولا بد منه بس. لكن ايضا البعض الخلق يقول ايه يا عم دول عايزين يكلمونا في الدليل ايه يا عم يكلمونا في الحاضر يحلوا مشاكلنا بقى عايزين يكلموا في الدليل كده انا بتكلم في الدليل لا يا راجل هتقابل عملنا ندوه عن تاريخ الوقت ايه مجموعه مشاهدات الكتاب اسمعوا بعد 10-15 دقيقه نص ساعه هتلاقي الناس بدات ايه يعني كلمات تاريخ واضح الكتاب يجمع شيء ان احنا نعمل كتابات في الوقت اثنين في مجموعات فيها ثوابت الوقت تبدا عن الوقت ايجاد شديد بحيث انك تتناول المواد المعاشيه دي بتتوزع هذه الاشتراك ايجاد مواد كده ثوابت الوقت لما بيقولوا يقول لها مقوله في أربعة كده بتتوزع بالنسبة لحاجة والمنظمات هي الحج عشان ايه؟ لم يتجمعوا ولم يفتحوا فيه ثورة يقولوا في شرط يجي حاضر فيها تبدأ من داخل البنك من خارج البنك ويفتحوا فيه عدد كبير نبدأ موزعين شرطة البنك امبارح أو النهارده يتحركوا الدولة الدولية شهادات لهم من خلال الأرض وتحقيق من هو عضو الحج أو من هو خارج ده بالنسبة لأحقاق الشركة. مواقع التواصل الاجتماعي هدف نحن المفروض كعلم مستفيد من هذه الأدلة لكن للأسف أيضا بعض أعضاء الحج يستخدموها صورة غير وبنصب الحج في تجارة بين الأعضاء وبعضهم كان طبعا مقبولة هذه المواقع أعضاء الحج اللي يجيبوا الشباب يعملوها في دعم الحج رد أفكار الحج مبادئ الحج تنمية العقيدة في الحج الرد على ايوه اعلام بالنسبه لخاطر وكده مؤثرة ده الكلام اللي في السؤال المبتدئية هيحل طبعا في الجانب دوت لكن انا بتكلم بشكل عام لازم نوضع التواصل لماذا لما تفضل الوقت المشهد السياسي يعني حتى اولا الوقت أول السياسي يعني الواضع عادل يوم 25 مؤتمر صحفي أعرف فيها الوقت والنظام لا جانب كل شيء خلاص 25 يناير الوقت أعلن الانتصار وعليه على أول يوم 25 يناير كان شباب الوقت كان يشارك شباب الوقت المشاركة في ميدان التحرير واللي يمنع حضرات ليه؟ الصحف الحكومية اللي قرر 26 يناير هيجب نصمم للمظاهرين شباب
والوقت الشهرة في مصالح وطن في مصالح شعب كما يكون هناك مواقف قوي وموضوعي في الوقت لا يتضرر المحصر في أن يتخذ هذا الموضوع. الدليل عودة البرلمان وده واقف على القياس عن الموقف مش انا انزل المخططات لكن ازاي واعمل شو اعلاني ولا تخطط الاشياء عندما يكون هناك موقف يحتاج للمخططات دي القوي الوقت ده يترتب الدليل زي ما قال الاستقرار ازاي بعد الثوره من الغرب يوصل هو المفروض يتقدر هو الحج الوحيد قوي الشعب مشكلة الله العام أخيرا خلاص الشهور كل دي مواقف وقت يرتجل بالنسبة للانتخابات لا لازم أقول هنا بقى في جانب في هذا العمل معترف ايه بجانب المشكلة وانت مش جاهزة ازاي وده مش بسبب عن الوعي السبب اللي انا حصلت عليه في حياتي مع القرية انا بالضبط ايضا السوق دراسة جانب وقت على مستوى المحافظات لبعض المرشحين ايضا نرجع في هذا الجانب استغلال معاناة المواطن طيب في كيلو السكر وكيلو الزيت تمام ما تقدرش تنسى الشغل كل دي اسباب طبعا لها اسباب ادت الى ان الوضع يعني الحزب السياسي تجيبه جاهز ثالث بعد الحريه والعداله والامور رغم الظروف كلها ورغم ان الوضع الحزب الوحيد الذي قام خلاص منفردا الحريه والعداله قام خلاص اي نوع من الاحداث المصريين الاحرار والنصر الديمقراطي والتجمع قاموا الكتله الوضع الحزب الوحيد هو النصر منفردا مع ذلك تاثير البلد احنا عاوزين طبعا احنا نتجاوز بس ده بقى ممكن نفكر ونفتح لنا درجة على الجانب نفكر الى نفكر جميعا بان المرض يتخطر المشهد بالنسبه طبعا انا شفت ان انا عرفت حاجه كده يبقى انا وانا باخد في ازمه من اسباب الوقت والنهارده يعتبر مش ازمه برضه ولا حاجه بس يعتبر زي اطلاق وده شيء جميل جدا ان احنا
هذكر نقول دلوقتي حاليا ان تم اختيار سيد لبعض المرشحين اللي كانوا نزلوا وذلك النتيجه اللي كانت ان المفروض ان احنا ننتظر المجلس السياسي في فتره بعد الثوره لقيمه الانسان في تاريخه ومجده، ولكن للاسف نعرف كثير جدا متراكم في بعض الاحيان او يكون في صراعات سياسيه ما بدأش الكلام ده كله يعني. الجديد بقى احنا عايزين نشوف كيف يتم الاختيار مرشحين بعد كده عشان خاطر الناس اللي بتطلع المنصب في الكلام. هو حاله الاشكال. احنا شكلنا لجنه مسؤوليه الكلام. هذه اللجنه مسؤوليه عن مستوى الهدف. هذه اللجنه مسؤوله كامله عن اختيار المرشحين اللي هتكون دين الوقت المحكوم. اللجنه دي تكون عدد من الاعضاء حاجه عليا وثاني حاجه عليا عامله عدد تحرك نحو التنظيم نحو الاعلامي نحو السياسي فلك ثم عايزين التسجيل تم التسجيل لجان موازيه لجنه الخلاف المركزيه على مستوى كل محافظه بحيث يكون هناك تنظيم منها لجان هذه اللجنه اللجان الفرعيه على مستوى كل محافظه بحيث ان لما يفتح باب الترشيح هتخلف عدد المرشحين من الادبيه والاسلاميه والشرع وهو اللجنه المركزيه على مستوى الحزب هي اللي حققت في الامر في حياتيه وبالتفرد والتحاليات وبالمعلومات بحيث ان هذه اللجنه الشرعيه مسؤوله امام الحزب وحتى نبعد عن اي شكل من الاشكال يعني المجاملات. دي واحده. اثنين، هل في تحالف انتخابي بين الوقت واي حزب من الاحزاب او عدد من الاحزاب؟ هذه المساله لا تزال يتم فيها تشاور، يتم فيها اجتماعات، يتم فيها يعني تبادل الرؤى المختلفه، لكن حتى هذه اللحظه ليست هناك اجابه قاطعه بحيث هناك تحالف انتخابي بين الوقت وبين اي حزب من الاحزاب الموجوده على الشعب. لو تمنى يعني الدولة الشخصية هي ده مثلا يتم اختيار المرشح عن طريق الأعضاء الموجودين فيه هم الأفضل في اختيار المرشح فيهم هي كويسة يعني ما أقدرش أقول الكلام اللي جاي من نظام القايمة الكلام ده كله لو كنا نتابع على الدايرة صغيرة كلهم نظام القايمة دايرة واسعة هتيجي تقول لي اقول لك انا بروح 200,000 صوت هتيجي تقول لي بالآن 100,000 بتكلم على دايرتي 300,000 صوت هطلع انها من المروه ولا انها من البلاد خلاص المسألة ده حسابات ثم لما انت جبت واحد من 300,000 صوت لكن هو ما ياخدش منهم الا 10,000 صوت حينما نلاقي مثلا على المروه 200,000 صوت لكن ياخد له 5,000 صوت أنا واحد بس الناس لا ما ينفعش داخل الحزب إذا بالك ما تنفعش الفرد داخل الحزب وهنا تصميم للمرشح ذاته ومع النظام رأس ده مهم جدا مع النظام رأس ملك لكن عاوز أقول لك نظام رأي لوحده هو الحاسم القاطع في الأمر هناك فيه احترام للمسؤولين ماشي انا بشكركم وان شاء الله نلتقي قريبا جدا ويكون اللقاء القادم في مقر الحزب هيزعل مني خالص يا جماعه الولاد يا جماعه يا جماعه قول الوفد حزبنا الوفد حزبنا وحته مننا مصر دي ضمنا الوفد سمنا عشناه كلنا
قلب الأمة حزبنا، الحق ساكننا، حزب الأبطال حزبنا، فؤاد باشا بدراوي عندنا. حزب الأبطال سعد باشا أدها في الميدان، عاشت مصر حرة من زمان، سجل وجهك يا زمان الوفد حزبنا. يوم تنزل على اليوتيوب.